اتطلقت يوم فرحي. قال ايه؟ علشان كنت لابسه روب ساتان ابيض قصير لحد الركبه. انا مش فاهمه بصراحه، امال كان عايزني يعني البس ايه؟ بعد الخطوبه بقى وجهزنا الشقه وكله تمام. المهم اتفقت معاه بقى، قلت له ايه، انا عايزه الميك اب ارتست الفلاني والفوتوغرافر العلاني زي البنات اللي بتاعت اليومين دول، ما انا يعني زيهم، هيفرق ايه؟ المهم وافق وقال لي خلاص تمام ماشي، اعملي اللي انت عايزاه، انت معاكي باكج معينه اهي هتصرفي منها، تعملي اللي انت عايزاه، لكن اكتر من كده اقل من كده ما تسالينيش، مش عايزه اعرف حاجه. فانا طبعا فرحت وقلت مش مهم، اي نعم الفلوس كانت على الحركرك وكان في شويه حاجات يعني انا هزودها، بس ما كانش مشكله خالص، المهم ان انا اعمل الحاجات اللي انا عايزاها واعمل الفوتو سيشن اللي انا عايزاه بالظبط وكل التفاصيل اللي انا عايزاها. هو حد ايه، مش مواكب الموضه، فكان سايب لي بقى الدنيا ايه، اتصرفي انت، حتى في الفرح، شوفي المنيو بتاع الاكل، شوفي الاغاني اللي انت عايزاها، شوفي عايزين الدنيا تمشي عامله ازاي، كان سايب كل حاجه عليا. وبما انه يعني مسافر بره وجاي، فاللي هو ايه، انا ما عنديش وقت وتفكير للحاجات دي، انا كفايه قوي عليا كان حوار توضيب الشقه والفرش والحاجات دي، فالرفايع دي كلها هو مسميها كده، الرفايع دي كلها كان سايبها لي انا. فجينا خلاص خلصنا كل حاجه، وانا اتفقت فعلا مع الناس اللي انا عايزاها بقى وحاجات بروفيشنال وبتاع، والاوتيل اللي احنا متفقين عليه وكله تمام. وفعلا جينا بقى يوم الفرح، داخله عادي جدا، رحت طبعا الصبح بدري وبتاع، وبينا مكالمات وتليفون وما تتاخرش، وانت كمان في الاوضه بتاعتك، وهات صحابك وجاكوزي وساونتك وسلطاتك وبابا غنوجك والدنيا لطيفه دي. المهم طبعا انا معايا صحابي وبتاع، واتفقنا بقى ايه على الحاجات اللي هنلبسها والبلالين اللي عملناها، الحاجات اللي انتوا بتشوفوها اليومين دول كلها كلها كلها. فانا موجوده دلوقتي في الاوضه بتاعتي، والميك اب ارتست بتاعتي موجوده وراجل، وكان معاه الاسيستنت بتاعته بنوته، والفوتوغرافر كمان راجل، والاسيستنت بتاعه راجل. فطبعا كان احنا بادئين بقى ناخد ايه، نتصور على مراحل، اللي هو قبل بقى التوضيبات وقبل البلالين والاوضه والفستان بقى وهو متعلق والشوز مثلا وهي تحتيه، البنات صحابي وهم لابسين وعادي واحنا لابسين مش عادي، ولما بدات اعمل شعري وقبل ما اعمل شعري، ولما بدات احط ميك اب وقبل الخطوات دي بقى كلها ايه، بيبقى فيها الميك اب شغال والفوتوغرافر شغال هو كمان. المهم خلصنا كله وحطيت بقى التاج اللي على راسي وعملت شعري والميك اب معمول، ولابسه بقى ايه، طبعا انا والبنات بقى كلنا لابسين زي بعض، روب ساتان ابيض وفي فرو كده شويه من هنا وقصير كده ايه لحد الركبه كده. فانا بقى والبنات الباقيين كلنا لابسين بقى نفس القصه كده. البنات المحجبات كانوا لابسين يعني كانت بيجامه على بعضها، كان في بنطلون بقى تحتيها وبرده طرحه ايه، طرحه بيضه نفس الروب بالظبط. فانا لابسه كده وواقفين بقى على السرير كده انا واصحابي وبنتصور وبتاع. فدخل مين؟ دخل عريسي، شافني. طبعا في صور انا كنت انا لوحدي فيها، والبنات في صور هما لوحدهم وهم مع بعض وهكذا يعني. هو دخل شافني وانا بتصور واقفه، كنت واقفه كده على السور بتاع البلكونه، واقفه ولابسه الروب وعامله شعري والطرحه، وحاطه هير بيس كده، حاطه تاج كده هنا ماشي، وايه وواقفه كده ورايا زي بسين بقى ورايا، فهي دور ارضي وورايا البسين، وواقفه عامله حركه كده برجلي، فالروب كان مفتوح على اساس ان انا هتصور بقى، واقفه عامله حركه بايدي وحركه برجلي كده والروب مفتوح. هو دخل بقى شاف الفوتوغرافر وهو بيصورني بالمنظر ده، راح مطلقني وسابني ومشي. انا مش عارفه هو عمل كده ليه. طبعا انا واقفه ومش متضايق، وانا بقى انا فاكره ان هو هيخش بقى يتبسط ويبقى مبسوط ان انا خلاص جهزت ولبست ولابسه كده ومبسوطه جدا وفرحانه وبتاع واني بتصور وبتاع. ايه يعني المشكله؟ طبعا بعد كده بقى اتعصب، هو دخل رمى يمين الطلاق ومشي، احنا كنا كاتبين الكتاب قبلها باسبوعين، فدخل رمى يمين الطلاق وراح ماشي. طبعا انا اصحابي كانوا يعني الاوضه اوضتين، انا في اوضه بتصور وهم كانوا في الاوضه التانية وبتاع. ف انا بلمت، والفوتوغرافر وقف بطل تصوير وما بقاش عارف يعمل ايه،
واغمى عليا. طبعا قعد يصوت ومش عارفه ايه. راحوا البنات جم ايه اللي حصل، فقال لهم ده حصل كذا كذا، العريس جه دخل وراح اول لما شافها راح رمى عليها يمين الطلاق. طبعا جابوا لي دكتور، الدنيا اتدربكت يعني. وبعد كده مشي، خد صحابه واهله واتصل باهله، طبعا كان في ناس اوريدي وصلت، خد بعضه وراح ماشي وقفل تليفوناته والدنيا اتقفلت. الفرح اتلغى والدنيا اتعكت، وانا واهلي طبعا روحنا واحنا اللي هو في حاله صدمه، اللي هو انت بتطلق علشان ايه؟ ففين وفين بقى لما حد من زمايله ومن صحابه، لما بابا بقى قاعد عمال مش عارف فيه ايه والدنيا فيه ايه وبتاع، يا دوبك وصل لحد من صحابه قال له اصل هو دخل لقى العروسه لابسه روب وواقفه وقفه مش لطيفه مش كويسه وجسمها كله باين. هو ايه يعني هي ازاي تعمل يعني؟ فهو شافها بالمنظر ده مع واحد، مع راجل غريب واتنين، يعني ايه الوضع ده؟ فهو ما قدرش يتمالك اعصابه وطلقها، وبقيت متطلقه علشان لبست روب يوم دخلتي. طبعا هو انت حضرتك مش مستوعبه هو ان هو راجل شرقي، وان انت وان انا ما اعرفش طبعا انت محجبه او غير محجبه، بس ايا كان يعني انت كنت متخيله انت معترضه ان ازاي يطلقك عشان لابسه روب؟ ما كنتش لبستي بكيني يا ماما. كانش يعني كان يعني كل واحده بتبقى عارفه خطيبها او جوزها تفكيره عامل ازاي، وايه اللي هيتقبله وايه اللي مش هيتقبله. مش معنى ان هو سايب لك حاجات تتصرفي فيها انك تتصرفي فيها على عكس شخصيته او على عكس شرقيته. وارد جدا ان اي راجل طبعا هو انفعل، وطبعا هو خد رد فعل سريع، وانه كان يعني يتفاهم معاكي او الموضوع ما كانش يوصل لطلاق، انا معاكي وكل حاجه. بس ده مش مبرر ان انت تعملي كده. واحده واقفه لابسه روب قدام واحد راجل غريب لحد فوق الركبه وكمان مفتوح، وواقفه عامله حركه بايدك وبرجلك، اللي هو ما انت رجلك مفتوحه والروب مفتوح وحالتك بالبلد. ما احنا الفيديوهات دي والحاجات دي كلها بنشوفها دلوقتي على الدنيا مليانه، ومش كل الناس طبعا بتاخد نفس رد الفعل والكلام ده، بس يعني انت كان لازم تبقي عارفه هو تفكيره عامل ازاي ودماغه عامله ازاي، ايه هيقبله ايه مش هيقبله. يعني انا مش عارفه اقول لك ايه انت مستهونه بالموضوع، اللي هو انا اتطلق علشان كنت لابسه روب والفوتوغرافر بيصورني ولا قاعده كده يعني هو انا اعتقد ان هو لو كان دخل اصلا من بدايه الموضوع وشافك وانت لابسه كان طلقك برضه، بغض النظر بقى انت كنت واقفه عامله ازاي، بس هو شايف واحده لابسه روب بي مبين كل حاجه. ما هو الروب ده تحتيه ايه حضرتك؟ ما انت مش لابسه تحتيه اسدال يعني، ما هو انت لابسه الروب على اندر وير، والروب اوريدي الروب معروف ان هو بيبقى جاي كده، فالحته دي كلها كل ده كده ما باين، ومن تحت انت قاعده بقى ايا كانت قعدتك هيبقى مفتوح، فرجليكي كلها باينه. ف انا عارفه ان هو رد فعل متسرع، وكان ممكن يبقى ياخد اكشن او رد فعل معاكي غير كده، ان هو يعنفك او ازاي انت واقفه كده وايه القرف اللي انت عاملاه ده واستوري نفسك ما يوصلش الموضوع للطلاق، بس برضو انت غلطانه. الموضوع يبان هايف لناس كتيره، بس لا انا من وجهه نظري ان الموضوع مش هايف، وممكن يتصلح فيما بعد، تروحي وتعتذري له بقى وانه ما كانش قصدك وانك عملتي كده زي بنات اليومين دول، رغم ان احنا يعني دلوقتي ما شاء الله كله ماشي ورا بعضه من غير اي تفكير، النظام تقليد وخلاص كله بيقلد. لكن انا ايه اللي ينفع لي؟ ايه اللي ينفع لعاداتي وتقاليدي؟ ايه اللي جوزي يقبله وانا اقبله والمجتمع يقبله واهلي يقبلوه، وايه ما يتقبلش؟ ما بتفكروش، كله اجري ورا الترند، كله اجري ورا التقليد بس. فلا لازم ابقى عندي مخ وافكر فيه الحاجه قبل ما اعملها، افكر فيها الاول. فدرس يعلمك، ويعني استسمحيه واقعدي معاكي قولي له والله انا ما كانش قصدي حاجه، انا بس زي ما انا كان نفسي افرح واتبسط. وطبعا الفرح مش بالقلع والهبل والبلالين وان انا لازم البس فرو من هنا واجيب اغلى حاجه وافخم حاجه، ما فيش الكلام ده والله. روحوا شوفوا معلش، يعني احنا زي ما بتقلدوا الاجانب في الحاجات اللي ملهاش لازمه، قلدوهم في الحاجات دي. الاجانب ما بيعملوش الكلام ده، ما بيعملوش الكلام ده. ف اقعدي معاه بالراحه كده وبكل هدوء وقولي له انا كان يعني ما كنتش قصدي،
واني كنت عايزه اعمل زي الحاجات اللي بتتعمل اليومين دول وحاجات للذكريات. قبلي فيه باي كلمتين كده حنينين حلوين، طيبي خاطره واعتذري لانك غلطانه ويرجعك تاني. ده من وجهه نظري، بس انت غلطانه غلطانه. واي بنت بتعمل زي يعني اي بنت ماشيه ورا ترندات وماشيه ورا الهبل اللي بيحصل اليومين دول، فكري الاول انت بتعملي ايه قبل ما تنفذي، عشان ما ترجعيش تندمي بعد كده زي ما حصل كده النهارده. ربنا يهدي ويصلح الحال. خلصت حلقتي النهارده. اللي عنده اي مشكله وحابب يعرضها بنفسه يسيب لي رقم تليفونه، واللي حابب اعرضها بالنيابه عنه يبعتها لي فويس مسج او مكتوبه. باي باي.